العامل أراد سرقة المحل الذي يعمل فيه، فقام هو وزوجته بقتل صاحب المحل وتقطيعه إلى أجزاء صغيرة، ثم قاموا بدفنه في حفرة. وبعد 4 أشهر من الواقعة أبلغت الزوجة عن الجريمة ليتم كشف اللغز الكبير الذي حير الجميع. فإليكم التفاصيل. الأمانة الأمانة، فما أنقص الخائن وما أقبح الخيانة. صاحب المحل قام بتشغيل عامل معه من أجل مساعدته ورأفة بظروفه المادية، فقام العامل وزوجته بقتل صاحب العمل غدرا، ثم قاموا بتقطيعه ودفنه. فقبل 4 أشهر من الآن، وتحديدا في مدينة التربة بمحافظة تعز اليمنية، اختفى شاب يدعى قاسم الزبيدي، والذي كان يملك محلا يبيع فيه الفحم والأواني الفخارية. فظل البحث عن قاسم قائما منذ اختفائه وعلى مدار 4 أشهر، لكنهم لم يعثروا عليه نهائيا، إلا أن خلافا حدث بين رجل وزوجته أدى إلى كشف لغز اختفاء قاسم، والذي وجدوه بالفعل، لكنهم للأسف عثروا عليه قطعا متناثرة مدفونة في حفرة. فكيف قتل قاسم؟ العامل الذي كان يساعد قاسم في المحل أصابه الطمع فعبث الشيطان في قلبه، فاتفق مع زوجته على استدراج الشاب، وبالفعل أعدوا خطتهم وقاموا بتنفيذها. ثم بعد استدراجه قاموا بقتله وتقطيعه إلى قطع صغيرة، ثم قاموا بحفر حفرة وقاموا بدفنه. وتمر الأيام والناس في حيرة من أمرهم، أين اختفى قاسم؟ البعض خمنوا بأنه تم اختطافه على يد ميليشيات الحوثي، والبعض الآخر قالوا إنه ربما هاجر خارج اليمن. لكن الحقيقة أن الشاب الذي أحسن إلى عامله كانت حياته مقابل إحسانه هي الثمن. فحين شب خلاف بين العامل الذي كان يعمل معه وبين زوجته، فقامت بإبلاغ الأمن نكاية في زوجها ليتم القبض عليهما ويعترفا بما حدث. فأي شيطان ذلك الذي وسوس للعامل وزوجته، وأي مرض ذلك الذي طبع على قلب الإنسان؟ الرجل المسالم قتل غدرا بعد أن أحسن إلى عامله وأعطاه الأمان.